ربنا عز وجل قال ايه؟ قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا. فانت في فترة الالتزام، قبل الالتزام انت مش لابس نظارة نور الله. قيل وجعلنا له نورا هو نور القرآن، قيل وجعلنا له نورا هو نور القرآن، وقيل هو نور النبي محمد، إلى آخر أقوال. هو نور الوحي. اللي أنا عايز أقوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له. فأنت لو أنت اخترت زوجة أو لو اخترت شغلانة، لو اخترت زوجة أو اخترت شغلانة أو اخترت أي اختيار في حياتك قبل الالتزام أنت من غير النضارة، فتلاقي اختيارك في الزواج اختيار غلط لأن أنت مش لابس النضارة لسه. اختيارك في الشغلانة الحلال من الحرام غلط لأن أنت مش لابس النضارة لسه. اختيارك في علاقاتك مع الناس وفي اختيار الكلام غلط لأن أنت مش لابس النضارة. أغلب الناس بتلبس النضارة بعدين فبينصدم، إيه ده؟ يا ريتني لبستها قبل ما اتجوز. ايه ده؟ يا ريتني لبستها قبل ما صاحب كذا كذا كذا. يا ريتني لبستها. بص، قال صلى الله عليه وسلم قال الله ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، سواء بقى قيام ليل، نوافل، صيام، صلاة، إلى آخره، ذكر إلى آخره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعة. شفت بقى اللي خطورة غير الملتزم انه مش لابس النظارة. وربنا يقول فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ياه، تخيل ربنا ايه ده ايه ده ايه 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 تخيل بقى اختيار حد كده لزوجته هيبقى عامل ازاي، اختيار حد كده الاوبشنات حياته عامله ازاي. عشان كده اغلب الناس اللي التزموا وبقى ربنا قال لهم كنتوا سامعه كانت الدنيا عندهم بايظه، فبيتصلوا دلوقتي بيقولوا طب نصلح جوازتنا ازاي؟ ما احنا قبل ما نلبس النضاره وهي ايه؟ ده بنت عمي وكنت بحبها، والجمال والجسم والعقل والروح والكليه، بس كنا مش لابسين النضاره. طلع في مقاييس. ايه بتقول؟ اكيد ايه؟ لما تكون مراتي اكيد هتسمع كلامي. يعني قصدك هتجوزها مراتي اي حاجه وبعد كده بتكون مراتي هتسمع كلامي؟ لا، انا بتكلم النصائح دي اللي هم اللي متجوزين ومش صلى على النبي. ما يا اما هتسمع كلامك يا اما يا اما هتعمل لك لمسه اكتاف بقى. ده على راي واحد، انا هروح اقعد عند امي. واحد كان مسمي مراته الحكومه، قلت له مين ده؟ الحكومه بتتصل بيك، قال لي دي زوجتي. فاللي انا عايز اقوله لا، يبقى انت كده بقى بتجازف. شاء من شاء وابى من ابى فهي مجازفه. فانا نصيحتي لاي شاب ان هو، ونصيحتي للجميع ان هم اولاد وبنات على فكره، وبقول للبنات نفس الكلام، بقول لهم بصوا اجلوا الجواز دلوقتي، خلاص اجلوا اختيارات حياتكم الفيتال القاتله دلوقتي لحد، وادوا فرصه نفسكم ولو سنه تلتزموا صح، ولو سنه تلتزموا صح. وبعد الالتزام الصح ده البنت عليكم السلام. ما تيجي يا ابني تقول لي 20 جنيه للشيخ خان انت خليتنا ندفعها للست. طب احنا بنعمل محاضره. ما دي محاضره روح وتعالى. بقول لك 20 جنيه 20 جنيه في حالهم. الله يفتح عليك. انا لك انت والمحاضره. الله. يا جماعه دي مكتبه جميله. حد عايز يذاكر فقه بقى؟ يا رب أسألك رضاك والجنة. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيكم وجعل عملكم في ميزان حسنات. جزاكم الله خير. ربنا يحفظك يا رب. أسألك رضاك والجنة يا رب. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجعل لك لسان صدق في الآخرين يا رب. اللي أنا عايز أقوله لكم يا جماعة، بصوا كتب قد إيه، بصوا كتب قد إيه، وإحنا لسه بقى قاعدين على الفيس والنت وقاعدين نضيع وقت. عشان كده عمال أقول لكم يلا بقى نبدأ في سلسلة فيا ليتني أعطيت القرآن عمري، عشان تذاكروا الكتب دي مع السلسلة. وعامل لكم مفاجأة مش عارف قوي، المفاجأة دي هقولها لكم دلوقتي، دي تبع السلسلة فيا ليتني أعطيت القرآن عمري، هي المفاجأة ديت من أحسن المفاجآت. الكتاب ده من أروع كتب التفسير إن شاء الله. الكتاب ده هيبقى في سلسلة فيا ليتني أعطيت القرآن عمري، هنشتغل فيه وهنشتغل مع حاجات كتير، بس لو بدأنا السلسلة. لو ما بدأناش السلسلة عشان انتوا محبطيني براحتكم بقى. احنا كنا بنتكلم في المحاضرة دي او في السؤال ده
عن ان محدش ياخد قرار في حياته لما يلتزم. يلا نكمل يا جميل. فانت قلت سؤال جميل قوي، قلت طيب هقول لك لا، بقول لاي بنت او لاي ولد افصلي عن الدنيا سنه التزمي فيها صح. الالتزام الصح مش كتيب هقراه ولا شريط هسمعه، بس الالتزام الصح خطوات 1 2 3. بعد لما تحقق الخطوات ديت ابتدي بعد كده دور على عروسة، ابتدي بعد كده دور على اختيارات حياتك الرئيسية. بس قبل سنة أو سنتين التزام صح، بس لازم صح، لأن في ناس لو سنة أو سنتين من غير التزام صح هتخبط فيهم وخلاص. بعد السنتين دي ابتدي بقى دور على عروسة، وابتدي كمان رتب أولويات حياتك ترتيب صح. فعايز منك تفصل عن الدنيا دلوقتي عشان ما تاخدش قرار تندم عليه. مش بتكلم على الجواز بس، بتكلم على كل اختيار. خلاص؟ لأن حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، لو انت ما تلبستش بيه دلوقتي فاختياراتك هتبقى غلط. لو انت ما تلبستش بيه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فانت لسه في الضلمة، وإن كنت عايش ولندنيون لكن انت لسه نور ربنا ما أصابكش. اللي أنا عايز أقوله هات روح الدين في السنتين دول أو في السنة دي، عشان بعد كده تبقى اختياراتك مبنية على روح الدين مش على شكليات الدين أو على إلا دي. لأن خلي بالك انت لو انت مش ملتزم اختياراتك يا إما مش مبنية على الدين خالص، وليكن مثلا هنقول على سبيل المثال الجواز هيبقى مبني على الجسم وهيبقى مبني على الروح والحاجات التانية، مش بتكلم على الجواز بس. وبعد الالتزام، وخلي بالك ومن غير الالتزام ممكن برضه يبقى حكمك على الدين بس الشكلي، يعني الدين الأجوف، الدين لأي كلام. في ناس دينها أي كلام، في ناس دينها مش ده، مش هو مش ربانية، لا وهو مش رباني، لا ده دول خلاص بيعملوا حاجتين دين كده وفاكرين نفسهم ملتزمين. فانت يا اما في غير الالتزام غير السنتين دول الصح، يا اما بتدور على لا دين يا اما بتدور على دين شكلي. لكن انت لما تصيبك في السنتين دول روح الدين هتبتدي كل كلمة مبنية على اختيارات، مبنية على مشاكل عرضت عليك، كل حرف قلته ماشي. ومحدش بقى ممكن حد يسمع البث ده يقول ايه ده، إيه هو انت داخل في البنات شمال ليه؟ لا انا بقول للاخوات برضو كده، الاخت اللي تفصل وتلتزم صح اختيارها ونظرتها للفراسة العريس غير في واحد يا ابني قالوا لي ده كان ملتزم وجي وتقدم والكلام ده وطلع حاجة تانية خالص ماشي. في اخوة بيضربوا زوجاتهم ابشع الضرب. ليه؟ لان التانيين لو كانوا التزموا صح الاخوات كانوا اختاروا صح، لكن الاتنين ده بيعك في ده والى اخره يعني. طب ماشي بس يعني علي صوتك. يعني لو كل الشباب وكل يعني كل الولاد وكل البنات التزموا، ده اصلا هيحصل ازاي؟ الله عليك الله عليك. لو قول، لو انت قلت حاجه جميله قوي. قلت ايه؟ ازاي الولاد والبنات كلهم هيبقوا ملتزمين اصلا؟ ازاي الولاد والبنات كلهم هيبقوا ملتزمين؟ اجاوبك؟ صلى على النبي. هو اللي انا عايز اقوله، انت لما تفكر في السير الى الله جل جلاله وفي اختياراتك اوعى الشيطان يخش لك من جهه تانية. اللي هي ايه الجهه التانية؟ هو مش معقول كل انا بكلمك عليك انت مش على الجيران، خلاص؟ فما ترميش الكوره، ما تبصيش الكوره من ملعبك لملعب ايه؟ لملعب الجيران، صح ولا مش صح؟ اقتنعت؟ ماشي. اللي هي معقول كل البنات هتلتزم وكل الولاد هيلتزموا؟ يعني ايه؟ الشيطان بيقول لك يا عمي اعمل اللي انت عايزه. لما رضيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث جليل ان في واحد راح لراعي غنم، قال له بقول لك ايه، انا عايز غنمه من الاخر. قال له ماشي، بس ما هقول لك باللغه العاميه، لكن النبي كان الفاظه غير كده، عشان كده هقول في اخر حديث او كما قال. قال له انا عايز غنمه من الاخر. ايه بقى؟ الجسم كذا والفرو كذا والوزن كذا. فراعي الغنم بص له قال له ايه ده يا عم، خش وخد الغنم اللي انت عايزها، هتوجع دماغي ليه؟ فتعرف غاب ساعة وسط غنمات كتير آلاف، يعني هيطلع بواحدة من آخر. يعني أنا مثلا بقالي سبحان الله ساعة بنقي في كتاب تفسير مثلا، ليه بنقي في كتاب تفسير؟ عايزه من آخر، ما فيهوش غلطة مطبعية، ما فيهوش خدشة. عايز أقول لك على حاجة، تعرف خرج بعد ساعة بإيه؟ خرج بودن كلب الغنم.
مش الغنم بيبقى معاها كلب؟ هو بعد ساعة كان طلع بودن قال له هي دي الغنم اللي انا عايزها، بص قال له ده كلب الغنم، ما لقيتش الا ده، يعني مش غنمة اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او كما قال: ولما رضيت ان تأخذ بأذن كلب الغنم؟ ليه رضيت انك تقول ايه ده هو كل الناس هتلتزم؟ انا بكلمك عليك انت، التزم انت وكن داعية انت، التزم انت والاف يلتزموا على ايديك انت. في داعية مشهور جدا بين الشباب التزم على ايديه الاف الشباب، الداعية ده كان مش ملتزم، التزم على ايديه الناس. فبقى تيجي تقول لا هو الناس البنات هتلتزم كلها والولاد هيلتزموا كلهم، لا طب خلاص اعيش حياتي عادي بقى، اعيش حياتي عادي خالص بقى، واتجوز ماشي ماشي، واتجوز الحته اللي انا عايزها حتت كتير. اقع بقى على الحته اللي انا عايزها. وفي ناس بتقول وخلاص اطلع بالمصلحه، وهي دي بس كده خلاص، اوعى تكلمني في ده، دي المزه اللي بحلم بيها بقالي 50 سنه، انت عندك 20 سنه اصلا. فهمت المعنى؟ وصدقني كلامي ده للاخوه والاخوات، وكلامي ده كمان مش على الجواز بس، لا كلامي ده عموما مش الجواز خالص، والا فالمقطع هيكون لفئه محدوده. لا انا كلامي يلتزم صح، يعني ان شاء الله هات ايدك، هات ايدك، مش هطلب ايدك، يعني هات ايدك، وان شاء الله خلال سنتين نحفظ القرآن سوا كده خلاص. لا سنتين ايه، سنتين ده الاجازة، لكن خلال سنة وشهرين تبقى متقن زي السديس. وعد وعد، بس سلمني نفسك على المفتاح، يعني سلمني نفسك ايه، غسيل ومكوى ماشي. مفتاح له ايه، انا بحبك في الله وبجد يعني انا سعدت جدا باسئلتك، وسعدت جدا بمقابلتك النهارده، وبجد انا حذائك لا لا لا. وانا اللي مش هستاهل ان اقعد معاك. افصل خالص بقى، بس بشرط يوم ما تفصل ما تدخلش حاجه في حياتك. تصدق وتؤمن بالله، واحد لسه بادئ التزام فجاي يقول لي ممكن سؤال يا دكتور؟ اقول له اتفضل. يقول لي انا اسيب زمايلي، تعرف اقول له ايه؟ اقول له سيبهم كلهم. قال لا اسيبهم كلهم ازاي؟ اقول له الطفل لما ينزل ويتحط في الحضانه عنده صفرة او عيان او بيتحط في الحضانه بيبقى حمل هوا، انت هتختلط بيهم دلوقتي هيدمروك هيرجعوك. التزم، وفي مرحله معينه انا هقول لك روح ادعوهم، بس في مرحله انا اللي حددها، المربي بتاعك او اللي متابعك هو اللي يحددها. فبقول له افصل، ما ينفعش في بدايه التزامك تشوف حد بيعصي، انت قلبك عايز تحافظ عليه دلوقتي، ما ينفعش تخلط ناس بيعصوا حتى معاصي صغيره في بدايه الالتزام. عشان كده بقول لك السنه دي هتعتزم، بعد السنه دي بقى ان شاء الله انا هنزلك للدنيا، هنزلك للعالم بقى خلاص، وتطلع على التلفزيون، تطلع على التلفزيون، اطلعك في برنامج اسميه احبك ربي، وانت هتبقى داعيه وسيم، مش زي حالاتي. بنتعاكس واحنا ماشيين في الشارع. يا خلاص فهمت الاسئله، فهمت الاجابه. ايه اكتر حاجه استفدتها من اجابتي؟ استفدت حاجات كتير والله، بس يعني في حاجات كده يعني احنا يعني اصل لما الواحد فينا يقعد يكلم بنت فترة كبيرة حوالي 2 3 4 حضرتك كلامك كويس. طب هو انا ليه وانا بلتزم ما خلاش تلتزم معايا مثلا؟ ليه وانت بتلتزم ما تخليهاش تلتزم معاك؟ قال الله جل جلاله انك لا تهدي، فمش غلط انك تقول خلي يلتزم، ده ربنا اللي بيخلي مش انت. يعني ايه؟ السؤال انت برنس اكتر من نوح عليه السلام؟ مرات نوح ماتت على غير الاسلام، على كفر. انت برنس اكتر من لوط عليه السلام، نبي، دول انبياء زوجاتهم كانوا كافرات. انت اشر من فرعون زوجته مسلمه وذكرت في القران. فاللي انا عايز اقوله الهدايه والالتزام ده بايد ربنا. عموما احنا بنعمل ايه وانا بعمل ايه كواحد بيكلم الناس عن ربنا؟ انا ببلغ والله يهدي من يشاء. فاللي انا عايز اقوله فتحه صدرك دي
انت مش تملكها. فهمت المعنى؟ انت فاتح الزرارين الاولين من القميص، ها، وبتقول يا جماعه، وبتقول يا جماعه، وبتقول يا جماعه طلعوا لي البت اللي عايزه تلتزم. انت فاهم انت المعنى؟ تسمع كلامي. ايوه، وتسمع كلامي بقى، وفي الاخر اقول لك بس اللي انا عايز اقوله لا لا، يبقى اللي انا عايز اقوله يبقى خلي بالك من الحته دي. فما تنصبش نفسك اله، انا ببلغ. طب نفترض بلغت واللي انت وما يبقى انت كده لبست في الحيطه بقى بمعنين، خلاص عيالك هيطلعوا زي الفل. انت فاهم انت المعنى؟ هتلاقي ابنك في اولى اعدادي وبيقول لك، ولا في ثالثه ابتدائي وبيقول لك يا برنس الليالي يا رمانة الميزان يا هاف ديفندر قلبي فينك من زمان. انت فاهم انت المعنى؟ يعرف يقول الكلام ده؟ ايه؟ ده كويس. انت فاكر ايه؟ ده احنا متطورين قوي. انا كان في واحد جاي مع والدته، فانا عاده لما الاقي الطفل يعني ستريس يعني، او الطفل فيه ضغط كده، بحاول ايه يعني احرف انتباهه عشان يفك. فبقول له والدتك دي رجاله ولا بنات؟ والله انت اسئلتك. فاللي انا عايز اقوله، فقلت له والدتك دي ده طفل صغير، والدتك دي رجاله ولا بنات عشان الواد ما بيعيط. فقال لي لا ده ولا ده. قلت له امال ايه؟ قال لي حريم يا خار. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. فقال لي حريم. فاللي انا عايز اقوله باختصار، تعرف البخاري يتيم اللي ربته مين امه؟ احمد بن حنبل يتيم اللي ربته مين امه؟ فهمت المعنى؟ امه. طيب قبل ما ادعي وان شاء الله، بس بجد انا فكرتي المقطع ده مش على الجواز يا جماعه، المقطع ده اعمق، المقطع ده عن الطريق الى الله، واعتزال كل شيء حتى يتضح الطريق. وحتى يعني انا بقول كده لكل الناس، حتى اللي متجوز يعتزل، يفصل بس عن حاجات كتير. خلاص؟ طيب تيجي نختم الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، بس بشرط تستحضر الدعاء بقلبك وانت بتقول امين. خلاص؟ اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا المن والعطاء، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تمتنا إلا وقد حفظنا القرآن كاملا، اللهم لا تمتنا إلا وقد حفظنا القرآن كاملا، اللهم أرنا رسول الله في رؤيا صالحة، اللهم أرنا رسول الله في رؤيا صالحة، اللهم أرنا رسول الله في رؤيا صالحة، اللهم ارزقنا أن نحضن رسول الله في رؤيا صالحة، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم افتح علينا في ذكرك، اللهم ارزقنا صلاة الفجر في المسجد، اللهم ارزقنا كل الصلوات في المسجد، اللهم اجعل صوتنا بالقرآن يصل إلى كل حارة في العالم وإلى كل ضاحية في العالم، اللهم اجعلنا مبلغين حديث رسول الله، اللهم لا تجعلنا ممن خانوك لحظة، اللهم تب علينا الساعة من كل خيانة، تب علينا الساعة من كل معصية، اللهم إن عذاب الحجب عن النظر إلى وجهك أكبر من عذاب النار، فنعوذ بك ألا نراك غدا، نعوذ بك ألا نراك يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك من أن نحجب عن النظر إلى وجهك يوم القيامة، اللهم اجعلنا في مرافقة النبي وزوجات النبي، اللهم عافنا ولا تبتلنا، اللهم نعوذ بك من شر ما نخاف ونحاذر، عافنا وأهلينا من كل بلاء وسوء وفتنة، اللهم أعطنا حاجات في قلوبنا الساعة واجعلها في مرضاتك، اللهم لا تمتنا إلا ساجدين في ظل الكعبة، اللهم لا نموت إلا ساجدين في ظل الكعبة، اللهم دفنا في البقيع يا رب، اللهم دفنا ونحن على منبر رسول الله يا رب، اللهم اجعل أخي هذا
يحفظ القرآن ويعلمه 100,000 غير. اللهم افتح على يديه في حفظ القرآن وفي تعليمه غيره. اللهم اجعله من الدعاة إليك يوما ما. اللهم ارزقني الجلوس تحت قدمه يوما ما وهو يتحدث عن الله ويبكي في مسجد رسولك. اللهم ارحمنا إذا ما دخلنا القبور وانتهت منا الأعمال وطويت الآجال، واجعلنا من الذين يردون عليك في وفد الرحمن، ينظرون إليك وتنظر إليهم بعين الرضا. أنا سعدت بيك. عايز تقول حاجة في نهاية المقطع؟ مش انت لا حاجه ولا إيه؟ ما انتش لا حاجه ولا ما انتش لاقي حاجة تقولها. انت رقيق القلب بجد، رقيق القلب ومحترم جدا جدا وانا بجد سعدت اني وقفت معاك، قعدت معاك، وسعدت اني قابلتك، وانا كسبت النهارده اخ وحبيب وزميل وكل حاجة. ومعاك رقمي بقى، اتصل في اي وقت انت عايزه يعني. والله انا خط الموبينيل في ارقام بترن عليه يعني. اللي انا كلمتك عليها دي طبعا لدرجه ان هي هقول لك على حاجة، صلى على النبي. بص، انا دي بقولها للكل. من العزلة اللي في بداية التزام انك يا اما تغير رقمك وفيسك، يا اما تبلك كل اللي على الفيس والواتس دلوقتي والفون، تبلكهم. لو موبايلك فيه خاصية التبليك الحظر بلك، لو ما فيهوش خاصية الحظر غير رقم فونك واديه للناس اللي انت اللي لازم تتواصل معاها، ودول مش هتلاقيهم كتير يعني. ممكن ب10 جنيه توصل رقمك جديد للكل، صح؟ لكل انت تعرفهم كلوزل، هتغرقهم ال10 جنيه. ليه بقى؟ في بداية الالتزام ما انصحش حد انه يجازف، ها معايا؟ ولا في نهاية الالتزام. بس ناس واحد زي حالاتي ساعات بجازف في حاجات معينة انا، بس يعني الى حد كبير ببقى عارف انا بعمل ايه. فانا عايز اقول له انا بنصح اللي في بداية الالتزام ما يجازفش، ولا اللي في نهايته. ده غلط وده غلط، ده غلط وده غلط، ده غلط وده غلط، لا في بدايته ولا في نهايته. بس اللي في بدايته يبقى هو بيدمر نفسه، لان هو لسه اصلا ما طلعش من البيضة. فهو اصلا ما عندوش الصور كاملة اصلا يعني. هو الحاجة اللي هيبنيها وتتهد هي مش موجودة، فهو هيهد في الارض في الاساسات. ماشي يعني، غير اللي طلع دورين بيهد فيهم، الاتنين وحشين، بس انا لسه ما طلعتش دوار خالص في الالتزام. فهاكل بقى في الارض بتاعتي، فجأة هتلاقي الارض مش موجودة، اتباعت، فتيجي تبني مش تلاقي ارض تبني عليه. اصعب قرار معلش في الفترة الاولانية انك تبلك وتحظر وتغير رقمك. وطبعا بقول لك كده عموما يعني، مش شرط. انا عارف انك محترم جدا وما بتكلمش حد في حاجات مش بتكلم حد في حاجات مش محترمة. بس عايز اقول لك ان تغيير رقمك ده حتى عن اصدقائك الولاد، مش بتكلم على البنات كمان. انا ما بكلمش حد اصلا. لا، قصدي عموما الولاد اللي هم مش زي. انا لو كنت اقول لك على حاجه يعني، انا ما بكلمش حد في التليفون اصلا. التلفزيون صح. غير البنت اللي انا بحبها واهلي بس. بقيت صحابي بقى هم اللي اتصلوا عليا، ما اتصلش على حد. مش حاجه، لا انا كده يعني عادي يعني، ما فيش. بس كان اخويا ابن خالي اللي هم ساكنين هنا بس. انا اخويا اصلا ده هو كل هندسه، كان بخطب وديه المسجد بخطب، وكان كويس وكان ماشي مع الناس دي. طب ننهي البث واجاوبك على بقيه اسئلتك. ننهي البث واجاوبك على بقيه اسئلتك. انا سعدت جدا جدا بيكم على مدار نص ساعه ل5 دقائق، وسعدت بالشاب العسول ده اللي هو يعني بجد انا سعدت جدا. انا نازل النهارده قدرا، المفروض مش كنت انزل، وش ضلات نطرت ونزلت. ربنا اتى لي الى هنا لك خصيصا. ربنا يخليك. وبنصح اي حد ما سمعش البث ده من الاول يسمعه من الاول. البث فيه معلومات جدا رائعه هتفيدكم على كافه المستويات وعلى كافه الحاجات. فان شاء الله البث ده يا رب تسمعوه من الاول، لانه كان الشاب الجميل ده العسل ده اللي انا جنبه وحش ده سأل سؤال جميل قوي
قوي قوي، وانا جاوبت اجابه هتفيد كل الشباب وكل الكبار وكل الصغار. ما اعرفش اذا كان حد سمعني ولا لا، وانتوا دايما تخذلوني قدام العالم العربي والاسلامي، الله يسامحكم. فما اعرفش حد سمعني ولا لا، بس اللي سمعني يشغل البث من الاول بعد لما يخلص ارجوكوا، لان البث فظيع، في معلومات لازم تعرفوها. خلاص طيب. قولوا همسا بألسنتكم الآن ونختم بها. مش تقولوا آمين، قولوا بلسانكم. اللهم بارك فينا، قولوا بلسانكم. اللهم بارك فينا واجعلنا من أهل القرآن قبل الموت. قلتم؟ قولوا بلسانكم اللهم بارك فينا واجعلنا من أهل القرآن قبل الموت. قولوا. طيب حد عايز منكم أي حاجة قبل ما أقفل؟ حد منكم حد عايز كتاب من هنا؟ كتب فظيعة يا جماعة. بصوا كتب يعني ملهاش حل. عايزين كتب من هنا ولا لا؟ طيب نقول السلام عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.